السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا صايمين وحنا غادي نعطيوكم هاد الفيديو لصحابنا وخوتنا والاحباب ديالنا اللي تيشاركونا ان شاء الله. حنا تنقوموا بشي حاجة مزيانة وتنحاولوا نعطيو شي حاجة مزيانة والله يوفقنا والله يوفقكم واللي تيشوفنا في هذا النهار المبارك، رمضان مبارك ان شاء الله. الله يدخل عليك بالخير والتيسير ان شاء الله. الايامات ديال رمضان كما تنحسوها لابد انه تتقلب يعني ماشي بحال الايامات الاخرى، تيكون فيها واحد العيا وتيكون في الليل ما تيجيش النعاس وتيكون مهم مختلف الى حد ما الايام الغير معادية لرمضان. ولكن اجي وتشوفونا حنا كيفاش تنعيشو واحد العيا ومع ذلك تنصوموا ان شاء الله. ولكن تنختلفوا ما بيننا وبين الخدامة في اشياء مختلفة. علاش؟ لان قبل مجيء شهر رمضان لابد ان تجينا هذا السؤال ديال واش غادي نصوموا ولا ما غادي نصوموا في بلاد المهجر. لهذا كاين الناس اللي تتقول بان لا غيوصل رمضان غادي نبارو غادي نمشي بحال هادشي غادي نرتاح مع وليداتي وكذا داكشي وندوز شهر رمضان مبارك في احسن ما يجي ملي غيسالي غنجي الحمد لله. يعني كل واحد تيفكر. كاين اللي تتشدو الوقت باش عنده الدراري تيقراو هنا، يعني خاصو يصوم هنا في بلاد المهجر. كاين الحراق مسكين اللي تيتسنى هاد المناسبة باش يخدم حتى هو فيها. كاين اللي شداتو الوراق تبدا الوراق خاصو يخدم، يعني ملزم باش يخدم. ولكن لابد نحن الشغيلة باش نفكروا كيفية تقليص عدد الساعات او وارتفاع السعر للساعة، بمعنى تخدم 6 سوايع الى 8 سوايع وتجيب حالاتك ولكن تخلص فيهم مزيان. ماشي تنوض مع تمشي من الفجر يعني تا ورا العصر تقرب المغرب عاد تجي مدقدق، يعني يعني الله اعلم غادي نقول حرام داكشي. لا حرام علينا حنا لحقاش حنا ما تنقاوموش اليهود، حنا تنتبعوا اليهود. كيقول لك سيدي لا اجي تخدم، انا ما تنعرفش انا رمضان، ما تنعرفش انا الصلاه، ما تنعرفش انا الزكاه، ما تنعرف حتى حاجه. انا تنعرف انك خاصك تجي تخدم وتأدي الواجب ديالك وتبقى مع الناس حتى تنوصلك مع العشيه. انا تنبغي تخرج لي الكاميونات ديالي وتخرج لي السلعه ديالي، انا ما تيهمنيش رمضان، انا ما تنعرفش داكشي. اذا حنا اللي فينا العيب، حنا اللي خاصنا يوصل مثلا. علاش درت هادشي؟ باش الناس ان شاء الله ولو نشاركوهم بواحد الرساله قصيره ومهم. اللهم اني بلغت، اللهم اني حتى انا بغيت المصلحه النفسي ومصلحه الاخي في هذا رمضان ومصلحه المجتمع كامل. علاش ما يكونش تغيير الاسلوب او تغيير العمل او تغيير التفكير في هذا رمضان؟ كيفاش؟ لان كيف يعقل انك غتنوض مع الفجر وما تجي حتى العشيه؟ وكيفاش غادي تجي تصلي العشاء مع الناس وتصلي معهم التراويح زعما بواحد النفسيه مطلوقه وكذا داكشي، وتنوض ثاني غدا باش يعني هذا خلي اللي تيديرها. ولا تديرها انت كيفاش تشوف فيا، فكاين الناس مساكن راه ما تيديروهاش، ما تيقدوش يصليو. خصوصا ان الجوامع عندنا هنا جوامع بعاد، تيكونوا بعاد، خاصك طوموبيل، خاصك بزاف ديال الحوايج. والا
أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن فكرت أن تتوقع شي ناس اللي هما ماشي ناس خارجين من الملة، من ملة الإسلام ومن طقوس الإسلام، وليسوا من أهل محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، تتكون مناسبات بحال المناسبة الجاية ديال عيد الفطر، مناسبة ديال عيد الأضحى، مناسبات أخرى كاع، تيجي باش يخدم مع دوك النصارى، او تيجي باش يخدم مع نصراني. من تما تعرفوا النصراني بانه هو اصلا هاد العربي بانه محافظ على الايامات ديال المناسبات الاسلاميه. تتلقاه راه جاي يخدم. لا يا اخي، عندك مناسبه خاصك تمشي تصلي مع الناس، صلاة العيد، خاصك تمشي تلبس مزيان، تريح مزيان، تمشي دير صلة الرحم، تمشي كاين ما يدار، تمشي تدوش ترتاح مع راسك، هذا نهار تعظمو مزيان، تمشي تخرج شويه، تزكي شويه، ماشي انت صافي نهار العيد واجي تخدم. اللهم ان هذا منكر، هذا ما كاينش، ربما كاع ما تيتقبل حتى واحد. ولكن مع ذلك علاش قلتها؟ بان كاين ناس هنا في اسبانيا تنعرفوهم تيديروا هذه المساله، وفي الاخر تيقول لك واخا يقول اش بغى يقول، اللهم ان هذا منكر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.